السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعينا على القناة. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد وحصر على قناتي المفضلة. فضلا وليس أمرا اشتراك في القناة، ولكل محبي القناة تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الزمالك يقع في شباك بيراميدز. بيراميدز بيمثل على الزمالك في نهائي كأس مصر بالفوز بضربات الترجيح. إيه اللي حصل للزمالك يا جماعة؟ الزمالك ده فرقة فاضية، فرقة شعب البليلة، فرقة فاضية يا جماعة. يعني أنت هتكسب إمتى؟ فهمني انت يا زمالك هتكسب امتى؟ لما يكون بتلاعب فرقه مطرود منها لعيب في الدقيقه 12 ومش قادر تكسبهم، هتكسب امتى؟ انتوا فرقه فاضيه، وكل يوم عن التاني بتثبتوا لنا ان انتوا بطل من ورق. يعني بيراميدز شفناه ماتش ولا اروع من كده. رمضان صبحي احنا شفناه ماتش عمره بيلعبه. لعيبه الزمالك انا برضو مش فاهم هي ليه لعيبه الزمالك مش في مكانها. يعني فيريرا ده عايز يوصل لايه؟ بصراحه باتشيكو ده طلع واد صايع، واد صايع علم على فيريرا. انا متهيألي كده ده ذنب باتشيكو لما طردتوه من الزمالك، عشان كده ربنا بيعوض، وده ممكن يكون ربنا بيديله حقه. اللي انا عايز اقوله، هتكسبوا امتى؟ اخترتوا حكم على هواكم، محمود البنا، مفيش فيه كلام. بطل ده راجل بتاع ربنا وبيحكم بالعدل وحكم ساحه زي الفل. لكن بيراميدز في ماتش الاهلي جايب اعلى حكم من هولندا كان بيحكم في نهائي كاس العالم. النهارده الحكم مفيش عليه لوم. لكن انتوا كلاعب فين؟ نادي الزمالك كان مسيطر في الاول، ما قدرتش تسجل ليه؟ الهدف الثاني والثالث والرابع، انت يا دوبك سجلت هدف واتطرد اللاعب علي جبر في الدقيقه 12. انت كده خلاص، انت كده حطيت في بطنك بطيخه صيف ان خلاص ايه، احنا في نهائي كاس مصر، احنا في النهائي، محدش كلمنا، احنا خلاص كده كسبنا. والبنزين خلص، البنزين خلص بتاع نادي الزمالك، ومش عارفين هو رايح لحد فين. اللي عايز اقوله ان الفرق ما بين الاهلي والزمالك الاداره. ما طول ما الاداره عماله تشتم في اللعيبه بتوع حشيش وبتوع نسوان وبتوع منشطات، اللعيبه هتلعب فين؟ اللعيبه مشتته، اللعيبه مش في دماغها كوره، اللعيبه خايفه من الاداره بتقوله. انت النهارده بتشوف زيزو بيشوط ضربه الترجيح، مش قادر يرفع رجله، بيحط فين؟ ولا شيكابالا، انت عندك النجوم بتوعك بيضيعوا، مين هيحط؟ مين هيحط؟ طول ما اللعيبه مشغوله بمراكز التجميل وعماله تزيل في شعرها بالليزر، وما خوفك كان اعظم، هنلعب. انتوا مفيش مسؤوليه، انتوا كزمالك مفيش مسؤوليه، مفيش مسؤوليه حاطينها قدامكم. فين انتوا ان في ماتش مهم زي ده؟ وفين ان انتوا ده انتوا يا جماعه الجماهير بعد نهايه المباراه قعدت تهتف ضد الفريق. انتوا وصلتوا الجماهير ان هي خلاص قعدت تهتف ضدكم، انتوا استفزتوا الناس. انا عايز اقول مبروك لبيراميدز، انت عملت ماتش جامد جدا على الزمالك ب10 لعيبه. انتوا فعلا رجاله. الزمالك دي فرقه فاضيه، الزمالك دي بطل من ورق. فيريرا ده خلاص كفايه عليه كده. انت من اسوان للاتحاد للداخليه ايه للنهارده البيراميدز، انت رايح فين تاني؟ انت ممكن على يوم السبت ولا الحد خلاص تاخد الشنط بتاعتك وعلى مطار القاهره. ده لو كان مرتضى منصور ليه راي تاني، ليه راي تاني، اللي هو لو عايز يتمسك بالايه، ان هو يفضل في المنحنى بتاعه اللي هو الخسائر اللي هو بيخسرها دي. انما خلاص هو فيريرا خلاص شطب، خلاص شطب. لعيبه الزمالك خلاص شطبت. من الواضح ان المنشطات كانت عامله شغل، مفيش. العيال بنزينها خلص، العيال بنزينها خلص. ما طول ما قناه الزمالك عماله شغله دماغها بالاهلي، عمر الفرقه ما هتطلع لقدام. انت شاغل دماغك بالخطيب واحمد شوبير ولجنه الحكام وجمال علام، وده راح وده قال وده عاد. يا عم ركز في فرقتك. شوف انت النهارده بتلعب في كاس مصر، انت مش قادر تحقق انت ولا دوري ولا كاس. على فكره خليكم فاكرين يا جماعه، الزمالك السنه دي ولا دوري ولا كاس، وان شاء الله من دوري ابطال افريقيا في دوري المجموعات انت هتطلع منه. انت مش هتكمل، انت هتطلع من دوري المجموعات. وخليك فاكر الكلام ده. طول ما انتوا شاغلين دماغكم بالفرق اللي حواليكم، وشاغلين دماغكم بلجنه الحكام، وشاغلين دماغكم بجمال علام، انتوا مش هتحققوا حاجه، انتوا مش هتحققوا حاجه. دوري ابطال افريقيا في دوري المجموعات مش هتوصلوا، مش هتوصلوا. والجواب بيبان من عنوانه. انت النهارده بتلعب اهوت في السيمي فاينال ومش قادر تحقق حاجه. هتعمل ايه انت في الدور الثاني في الدوري؟ هتعمل ايه في دوري المجموعات؟ مفيش. العيال شبعت، لعيبه الزمالك شبعت. العيال كلها 24 سنه و23 سنه، وزي ما تقول كده الفلوس ايه يعني زغللت عينيهم.
اللي يروح يعمل لي ريزل ويشيل لي شعره من تحت باطه؟ باط ايه يا جدع انت؟ هو انت شغال ايه؟ هو انت نوع شغلتك ايه؟ انت لاعب كوره، انت شاغل دماغك بايه؟ انتوا استفزتوا الناس، انتوا يعني اذا كان عبد الله جمعه ولا مصطفى شلبي، انتوا استفزتونا بالصور اللي احنا شفناها على النت، اللي انتوا بتزيلوا شعركم بالليزر والقرف اللي احنا شفناه ده. هو لما يكون دماغك كلها قبل ماتش مهم زي ده في حاجه زي كده، انت هتجيب منين نتيجه للمباراه؟ وبترجعوا تقولوا ان احنا بنتحمل على الزمالك. هو فين الزمالك عشان نتحمل عليه؟ يعني فين الزمالك عشان نتحمل عليه؟ احنا شفنا ماتش ما شفناش ماتش. فين؟ من الدقيقه 12 وبتلعب قدام فرقه ب 10 لعيبه ومش قادر تجيب التاني والتالت؟ ازاي؟ انت ازاي ما جبتش 4 تجوان؟ انت شايف المساحات فاضيه قد ايه قدامك؟ يعني لعيبه بيراميدز كانت يعني الى شبه يعني مستسلمه، مفيش. لكن باتشيكو لا، واد صايع، علم عليكم، عمل جيم عليكم، ده اللي نقدر نقوله. في النهايه بقول الف مبروك للنادي بيراميدز للفوز على نادي الزمالك، هو فوز مستحق باداء جميل، اداء رائع. انتوا سحبتوا الماتش. انتوا لما تكون بتلعبوا ب 10 لعيبه، انتوا قد ايه فرقه قويه، ان بتلعبوا زي ما بيقولوا بطل الدوري مرتين على التوالي، نسخه السنه اللي فاتت واللي قبلها. فلا، انتوا بجد عملتوا ماتش جميل، ماتش رائع، فنيات. اكيد باتشيكو ده ما بين الماتشين يعني رفع من ايه، يعني بيحفز اللعيبه جوه اوضه اللبس، لان احنا شفنا في الوقت الاضافي عيال بتلعب غير الوقت الاصلي اللي احنا شفناه في ضربات الترجيح، نفس الشكل. لعيبه الزمالك تحس انها تايهه في العيال مش في مراكزها، العيال مش لاقيه بعضيها. شيكابالا داخل على الكره بيشوطها مش في دماغه، مش مركز. يعني ده هو ربنا سترها ان هو شيكابالا واحمد زيزو بس اللي ضيعوا، كانت هتبقى مصيبه لو بقيه الفرقه ضيعت. يا جماعه راجعوا نفسكم، راجعوا نفسكم. يا نادي الزمالك راجع نفسك. المنصه اللي انت طول النهار عمال توجع دماغنا بيها، ركز في النادي بتاعك، ما تشغلش بالك بالنوادي اللي حواليك، او ما تشغلش بالك بنادي الاهلي. الاهلي في حته تانية. الاهلي يعني خلاص هيتحدد له ماتش في السوبر الافريقي. الاهلي هيلعب في مونديال الانديه. انت فين والاهلي فين؟ انت مشكله ان انت حاطط الاهلي فوق دماغك. اعرفوا الطريق الصحيح وامشوا فيه. الف مبروك لنادي بيراميدز. وان شاء الله في ماتش الاهلي بكره مع نادي سموحه، ان شاء الله كل الفوز لنادي الاهلي، وان شاء الله نقابل بيراميدز في النهائي، وان شاء الله يكون نادي الاهلي بطل كأس مصر. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.